فيديو النهارده جولة أكل الشوارع الشعبي في القاهرة. لازم تدوق. يوم كامل من أكل الشعبي في القاهرة. تاكل فين؟ ما هو لا مؤاخذة لسان عيد ده اول مره اشوف لسان في حياتي مخلف. دخلني البيت. دي الجولة بمطعم زهرة الميدان في الحصري. دلوقتي زهرة الميدان زهرة الميدان بيعمل فطار سوري حلو جدا ومختلف عن المصري. ازاي غير الفطار المصري اللي احنا عارفينه، ده حاجه تانية خالص تماما. أول حاجة بيحط طحينة وزبادي، بعد كده بيحط حمص كتير جدا، بعد كده بيحط زبادي وطحينة تاني طبقة كبيرة جدا، بعد كده بيرجع يحط دبس رمان، بيكمل تاني بطحينة، والطحينة برضه عليها زيت زيتون ودبس رمان، والفول برضه عليه حمص وطحينة ودبس رمان، وبعد كده الطبق بابا غنوج الجميل والطعمية اللي بالحمص مش بالفول، وكده نبقى جاهزين. وده العيش بتاعهم نفس اللي بيتعمل في فلسطين ساعات، بس ده السوري. هنبدا بدايه لان دي اكتر حاجه انا بحبها. بصوا يا جماعه عامله ازاي. الطبق ده مليان كربوهيدرات وبروتينات كتير جدا، فكان لازم نجربه اول حاجه. هنشوف بقى الكلام هيبقى عامل ازاي. بصوا الكلام عامل ازاي، شايفين؟ اوف، انتوا شايفين حمص وعندكم عيش. بقول لك ايه، البتاعه البيضه اللي هنا دي بتبقى طحينة سك وزبادي سوري. زبادي سوري مع طحينه. طحينة سك فاهم عالمي بجد يا جماعه. البتاعه دي تحفون كده ولا مش عارف ده ايه. تحفه جدا يا جماعه، عجباني جدا يا جدعان. المتبل السوري في بتنجان برضو، ده شبه البابا غنوج عندنا، بس ده ايه حاجه مختلفه كده، فخلينا ندوق. الفطار عندهم يا جماعه مختلف جدا. وكل ده كان مكلفنا 200 جنيه او 200 وشويه. وقبل ما نروح السيده زينب وصلنا الساعه 6 الصبح لاحسن مكان. وصلنا يا جماعه دلوقتي عند الشيخ محمد عشان ناكل الكبده الجملي. الساعه 6 الصبح عشان نجرب الشيخ محمد. تفاصيل سريعة، أول ما توصل عند الشيخ محمد هينزلوا لك السلطات والمية والطحينة والحاجة اللي هيجهزوا بيها الكلام، بيولعوا النار وبتقعد قدام الطاسة عشان تستنى الأكل يتعمل قدامك. أول مرة آكل كبدة جملي، عشان كده كان لازم نشوف التفاصيل. بينزل بالزيت، بعد كده بينزل بالدهنة، بعد كده بيرجع بالزيت تاني ويسيحهم في بعض، بعد كده يديها تشويحة سريعة ويطلعها بسرعة. كده استوت خلاص. بعد كده بينزل بالكفتة والسجق، يعمل تورتة. ده بيزين يا جماعة الكلام، والدنيا تحفة هنا. تجربة جامدة يا عم بصراحة. تعرف إن أنا أول مرة أجرب الكبدة الجملي؟ بعد كده هيغطيها 10 دقايق. يقول لك ما تاكلش بره وتترازة، تعالى عند الشيخ محمد هتاكل كبده طازه. وغير الكبده اللي نزلت في الاول بينزل بالكبده تاني عم شكل، الزبده بتاعتنا كلها دي. وبعد كده بيطلع كل ده بره. فانت دلوقتي طلعت الحاجه، حطيت الطماطم، حطيت عليها التوابل، وهتهرس الطماطم، بعد كده تحط الحاجه وتسيبهم يتسبكوا تاني. ودي يابا ما يهم. يا خراب اسود، يا خرابي. ايه رايك يا ابو شنب؟ ده هنانا. شوف شكلها عامل ازاي. اول مره اكل كبده جملي في حياتي. خلينا ندوق. بتنضغ زي اللبانه. طعمها مختلفه تماما عن الكبده اللي احنا عارفينها، طعمها غريب جدا. خلينا مثلا ايه، ناخد حته البتاع ده بالفلفل الحراق بالطماطم. بصوا كده. تحفه، جميله يا جدعان جدا. اكل هنا غريب جدا. توابل حلوه، كبده حلوه، سجق حلو. الكبده انت لو اكلت الكبده دي هتعجبك لانها غير الكبده العاديه. يا جماعه الكبده، بص الكبده عامله ازاي. خلينا بقى يا جدعان نجرب السجق. السجق شكله غريب، صايص ومايس وحياته غريبه. احنا ايه، نديها واحده كده سحبه طحينه. يا خراب اسود. خلينا ندوق الكفته كده يا جدعان. بص الكفته عامله ازاي. ده انهيار. يعني يا جماعه شايفين الصينيه اللي انتوا شايفينها ديت مثلا بحوالي 700 800، لو كل واحد دفع 250 300 جنيه انتوا هتقلبوا الدنيا. سلطات معاك، طحينه معاك، عيش معاك، ممبار دوت ب 80 جنيه زي ما احنا ما قلنا. بينزل لك شيبسي وميه ومخلل معاك كل حاجه. وبعدها كان لازم نروح المكان اللي بعده. دلوقتي احنا في السيده زينب، يلا بينا. تاكل ايه في سيده زينب؟ بس كده السيده زينب. يلا نشوف هناكل ايه في المنطقه دي. وصلنا يا جماعه دلوقتي ابن حميدو عشان نجرب المخاصي من عنده، عشان ده اكتر مكان نقدر نثق فيه. يلا بينا صلاح. ماسك المخاصي وفعصها، لو البقره كانت هنا كانت ماتت. بعد كده فعصها وطلعها كلها من مكانها علشان يبتدي يقطعها حتت صغيره شرايح عشان يحطها لنا على الشوايه. هي دي شكل المخاصي لاول مره تشوفها. عشان عمره اكتر من 70 سنه، محل موثوق، فكان لازم نجرب المخاصي من مكان موثوق. انت متفائل؟ لا ولا انا. اول مره اكل مخاصي في حياتي يا جماعه. هي مشويه، شايف السيخ كان هنا، السيخ دخل جوه خلينا ندوق. اول مره في حياتي ادوق المخاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الاول طعمها غريب، بعد كده تشرح ايه؟ مش عارف. هي فيها تست غريب كده يا جماعه، بس هي جيلي كده وبتروح في البق. المكان اللي بعده
كانت تجربة سريعة بس كان لازم نروح نجرب حاجة تانية. دلوقتي يا جماعه وصلنا عند حسين الونش اللي بيعمل اجمد اختراع في مصر. بخلل البيت. واو، مانجا مخلل. مانجا بقالها. انا سمعت عنك انك بتعمل اغرب الحاجات. يعني دي ما بتاكلش جنب الاكل. لا دي ليها ناس مخصوص بيجوا يطبخوا اكتر من سنتين. اوف، البيضة عندي ب 50 جنيه. البيضه الواحده 50. الواحده ب 50 جنيه. لو هتنصحنا نجرب حاجه من الكتالوج الجميل دوت، اجرب ايه اول حاجه؟ بيض فراوله. استفندي، واو، جوافه، جوافه، كيوي مخلل، كيوي، شهد، موز، بيض، بلح احمر، بلح اصفر، واو. تفاح اللي هو الصغير، ومانجا. دي بسله. بسله مخلل. بسله. ده ايه؟ دي ميه الترشي. دي ميه الترشي. طبعا في مطاعم بتعمل دي، بس انت خلطتك. دي خلطه بتاعتي انا. الخلطه بتاعتك انت. تحفه. دوق، لازم تدوق. حاميه؟ لا دوق. ماشي. بس عامله ازاي؟ بق صغير. ماشي. وبعد كده انت تحكم بقى. ماشي. الطعم ايه؟ واو، ايه ده؟ ممكن تبص على المش. تعالى كده صلاح، تعالى نبص. ده هو ده صح؟ ده ريحته فعلا اللي هو ده بقاله قد ايه ده؟ ده بقاله سنه وشويه. سنه وشويه. الطعم بقى. لا انا اخاف. تيم مخلل، اول مره في حياتي اشوف تيم مخلل، دي حاجه مجنونه وتحفه جدا. بيض بالفلفل الهالبينو. دلوقتي احنا هنجرب. خلينا ندوق يا جماعه اهي، خلينا ندوق. واو. لا ده كيف. ده البلح بقى، بلح مخلل، بلح الاصفر. خلينا ندوق كده. طعمها حلو فعلا مختلف. انتوا ايه رايكم في الفاكهه المخلله؟ تحفه، دي حاجه جميله جدا. شكرا جدا انك انت ساعدتنا وقلت لنا وشرحت لنا واخدنا وقت منك. انت بجد بني ادم زي الفل. كان لازم نروح المكان اللي بعده عشان نجرب اللسان. دلوقتي يا جماعه وصلنا عند حبايب السيده. وصلنا حبايب السيده عشان ناكل الاكل الشعبي ونجرب اللسان. يلا بينا. اول حاجه جهز لنا الكفته، بعد كده جهز لنا التشكيله، بعد كده حط التتبيله. 47 صنف توابل. 47 صنف لوري توابل. وزعتر وكزبره والبصل والقوطه والفلفل. بعد كده بينزل بالكبده برده. كبده، كفته، ممبار، قلب، فشه، طحال، لحمه راس. وده بكام؟ ده ربع، ده كده ب 145 مع ده ب عيش. 145 مع عيش وسلطه وطحينه. كل ده 145 145. ربع مش هيتضاف عليه مثلا شريحه لحمه زي دي بالعسل والصلصه والزبادي. يعني ده كده الربع مثلا بيتضاف عليه بقى كده شريحه لحمه مثلا كده بقى وصل 175. دلوقتي يا جماعه ننزل لنا الاكل زي ما انتم ما شايفين. المشاكل اللي فيه 8 اصناف، واللسان انا اول مره في حياتي اكل لسان. ده اللسان الاول اتقطع شريحه. الله، قطع شرايح. كل ده لسان. تعرف ان انا ده طرف وده تعرف ان بقيت. انا اول مره هدوق لسان النهارده. ده طرف اللسان، ده بقيه اللسان. كل ده لسان؟ كل ده اللسان. ما هو لا مؤاخذه لسان عجل ده. في بقى طاجن عكاوي مثلا، ده بيتحط خضار. اهو فرن بقى. بس كده بقى بيخش الفرن اهو. دخل الفرن هنا بيقعد قد ايه بقى؟ 10 دقائق او ربع ساعه في الفرن بالظبط. جميل قوي. وطاجن كوارع بالبصل. ده طاجن كوارع بالبصل. في البصل، وبعدين بيتغطى بصل حط التتبيله تاني عليها اهي. الله. الخلطه دي بقى عليها جوز الطيب ولوري وكل حاجه. طب ويخش برده الفرن. ده طاجن كوارع بالبصل. ده بكام؟ ب 175. 175 جنيه. بس خلينا نبدا بالطبق دوت كده. بص كده، تعالى قرب. دي قطع اللحمه، شايف قطع اللحمه عامل ازاي؟ جوسي وجميله ومحرمشه وقويه. بص عاملين ازاي يا جماعه، جميله جدا. تعالى ندوق. تحفه جدا وبتدوب في بق ملهاش حل. اول مره اشوف لسان في حياتي. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده التكشر بتاع اللسان. من شايفه عامل ازاي؟ ده التكشر بتاع اللسان اصلا، اللي هو اللسان اللي هو اول مره هدوق لسان في حياتي. حلو جدا، فلافي. طعمه عامل زي اللحمه بالظبط. لسان الجاموسه او لسان البقره. تعالى نحطها في الطحينه كده. واو، بص الكبده اللي برده. تعالى نفتح كده. مش معقوله كله طعمه حلو. طبعا مشكل اللي فيه 8 اصناف ولا 7 اصناف، كله على بعضه يا ريس ملوش حل. تحفه جدا، ممتاز. في حاجات كتيره صراحه انا ما اعرفش اسمها ايه. اللسان اللي انتوا شايفينه دوت كذا قطعه ب 175. طبعا اللي انتوا شايفينه ده ب 145. كان لازم نروح نحلي من حد بيعمل مأكولات شعبية، واكلنا دلوقتي فطير مشلتت ب 20 جنيه لوحده، والعسل لوحده ب 10 جنيه. كان لازم ناكل وندوق لانها فعلا كانت تحفة. والمايك بتاعي كان فاصل للاسف، بس حاجة لازم تعرفوها، المكان ده كويس جدا لدرجة ان انا كنت بعزم اي حد بيجي يبص.